السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنعمل حاجة جميلة ومختلفة جدا. برطمان صغير قد كده بجيبه ب130 جنيه من مكان موثوق وكل حاجة. بس أنا قررت النهاردة أعمله معاكم، ألا وهو دبس التمر. تعالوا نشوفوا عملنا دبس التمر ده ازاي. عندي شوية بلح كده فايضين في التلاجة من شهر رمضان، حوالي 2 كيلو 2 كيلو ونص. اي نوع بلح عندك بقى، البلح الطويل ده او القصير الرطب الطري ده شويه. جبت البلح شطفته شطفه كده محترمه بالميه، بس ما تطوليش عليه يعني ما يتنقعش ولا حاجه. بعد بقى ما شطفته فصصته وطلعت منه النوى. وبعد كده جبت حله كبيره، حطيت فيها بقى كميه البلح كلها اللي عندي دي، وزودت عليها حوالي 3 اضعافها ميه. يعني كيلو البلح اخد كيلو ميه، كيلو البلح اخد 3 كيلو ميه، يبقى دول قد ايه؟ اخدوا 6 كيلو ميه. رفعته على النار، على نار عالية. اي بقى ريم او رغاوي تطلع على الوش نحاول نشيلها اول باول. بعد بقى ما اتغلى شوية في النار، هتجيبي مصفى بقى او قطعة شاش. انا ما كانش عندي شاش، حطيت تول عادي اي حاجة المهم تتصفى، او قطعة قماش بيضة تكون نظيفة، وصفيها بقى كويس وعصوري التول او الشاش ده كويس جدا. وصفيت بالطريقة دي، وتعصري كده في التول وتعصري جامد لغاية ما تنزلي كل العصارة. رفعتها على النار الاول كده، اول 10 دقايق على نار عالية، وبعد كده سبتها حوالي ساعة على نار متوسطة لهادية. كل شوية اقلب علشان اشوف السماكة بتاعتها لغاية ما قصر خالص 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 معايا، وبقى عامل زي العسل الاسود كده، نفس قوام العسل الاسود. شايفين في شوية بقى فقاقيع كده او ريم، دي طبعا لازم نتخلص منها تاني، كل ما تظهر نتخلص منها. اما يبرد خالص هنعبيه بقى في برطمان، ويفضل عندك في مطبخك مش في التلاجة ولا حاجة، على الرخامة كده، يقعد عندك سنة كاملة يا ستي او يمكن اكتر، زي العسل الاسود بالظبط. حلي بيه بقى في المشروبات بتاعتك، مفيد جدا وصحي، وهو مستعملناش سكر ولا حاجة. والف هنا وشفا على اللي ياكله. ممكن على فكرة تحطي منه معلقتين على معلقة طحينة، كأنك بتاكلي عسل بالطحينة بالظبط، بل هو افيد كمان. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.